سلام حبيباتي ومرحبا بكم في قناتكم وصفات اقتصادية مع أم سيلين. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. أول حاجة حبيباتي نصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم ارحم أمي وارحم جميع موتى المسلمين. من اليوم حبيبتي راح تولي محترفة في طاجين الحلو، يجي بنين كيما تاع العراس، مرقة صافية ولون رائع، مقادير مضبوطة للمبتدئات، وصفة ناجحة 100%. قبل ما نبدأ وصفة اليوم نقول لكم حبيباتي نحبكم ونموت عليكم. معليش تضغطوا على زر اللايك ليوصل أكبر عدد من المشاهدين، واللي أول مرة تشوف قناتي نقول لها حبيبتي مرحبا بك في القناة وما تبخلينيش بجيم والاشتراك. بلا ما نطول عليكم نروحوا مباشرة للوصفة والمقادير. أول حاجة درتها البنات كما شفتوني، جبت قدرة تكون ثقيلة، درت كيلة تاع سكر مع 2 كيلات تاع ما. تبعوني البنات، قلت لكم الوصفة راح تكون بمقادير مضبوطة. وزدت لهم مغرفة كبيرة تاع مارغرين ولا زبدة اللي تكون عندك، وخلطت مليح حتى يذوب كامل هذاك السكر. ومن بعد البنات زدت عود تاع قرفة اللي ضروري في الوصفة، وزدت معاه نجمة الأرض وخلطت كامل المكونات وحطيته على نار متوسطة. من جهة أخرى جبت كيلو تاع فواكه مجففة، عينة ولا برقوقة مع زبيب ومشيمشة اللي كنت ديجا غسلتهم مليح، ومن بعد فصلت العينة على زبيب ومشيمشة وفرغت عليهم الماء سخون يغلي باه ينتفخ شوية ويطرى، وحطيتهم من جهة. ومن بعد وليت للسيرو، البنات كي شفتو بدا يغلي حطيت حبة تفاح كاملة مقشرة وخليتها حتى طابت. بعد ما طابت نحيتها وحطيتها بجه ودرت زبيب ومشيمشة. هنا بعد ما طابت لي مشيمشة تاعي وزبيب، زدت لهم العينة ولا البرقوقة، حسبت لها 10 دقايق، ومن بعد زدت لها فنجان تاع مزهر ورونديلة تاع قارص وطفيت عليها. كما راكم تشوفوا البنات، أبسط من هذه الوصفة ما راكمش رايحين تلقاو، صدقوني البنات راح تكون وصفة ناجحة مليار بالمية. بعد ما الوصفة تاعنا طابت درت لها تزيين بسيط، ديكوريت اللحم الحلو تاعي. كما راكم تشوفوا الوصفة تاعنا راهي جاهزة. نتمنى برك الوصفة تاعنا تاع اليوم تكون عجبتكم، وإن شاء الله تكون خفيفة عليكم. وصلنا لنهاية الفيديو، بقى لي غير نقول لكم صحة فطوركم. إذا عجبتكم وصفتنا تاع اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وديروا إعجاب للفيديو. سلام عليكم.